السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنخزن مع بعض الكرنب بكام طريقه، وكمان هقول لكم على 4 طرق تقطعي بهم الكرنب هيوفروا معاكي وقت ومجهود. وكمان هقول لك ايه الحاجات اللي لازم تضيفها على ميه سلق الكرنب علشان يفضل محتفظ بلونه وريحته وطعمه زي ما تكون لسه جايباه طازه. بس عذرا يا حبايبي من الاضاءه، انا بعمل في كشاف لان النور طفى عليا، والنور هيجي دلوقتي تاني، فهم شويه صغيرين بس كده والنور هيبقى تمام باذن الله. اول حاجه زي ما انتوا شفتوا كده، حطيت حلتين ميه على النار لان كان معايا كميه كرنب كبيره قوي، وحطيت في كل حله معلقتين خل ومعلقتين ملح ومعلقه سكر. دولت اهم 3 مكونات لازم تضيفوهم على الميه. الخل بيعيش الكرنب معاكي فتره طويله عن تجربه والله يا حبايبي، والملح كمان لازم الكرنب بتاعك يشرب ميه مالحه، ما ينفعش تخزنيه بدون ملح. وما تخافيش ان الملح ممكن يهري الكرنب معاكي، لا مش هيعمل فيه حاجه خالص، لانك لو ما خزنتيش الكرنب وهو شرب الميه المالحه هتيجي برضو تطبخيه هتلاقيه برضو دلع كده وطعمه مش حلو. فالملح ما بيعملش حاجه في الكرنب ولا بيهريه معاكي، بس اسلقيه بنفس الطريقه اللي هقولك عليها دلوقتي، وباذن الله هتيجي تطلعيه وتعمليه تاني حتى لو بعد سنه هتحسي انك انت لسه جايباه طازه عن تجربه والله يا حبايبي. طبعا الكرنب ده كان جاي لي من البلد، جاي من الغيط يعني كرنب بلدي، فكان قلبه ايه يعني مدكوك جامد كده، فانا كنت عايزه اخد اللي في قلبه واعمله مخلل. فعلشان كده لما بلاقي الكرنبايه جامده بشقها 2، اخد القلب بتاعها اقوره كده واعمله مخلل، والحاجات اللي بره احطها في الميه. اما بلاقي الكرنبايه كده ايه طريه كده واحس ان العيدان مش متركبه على بعضها، بحطها في الميه زي ما هي زي ما انتوا هتشوفوا كده. يعني اللي عدت ديت لقيتها كلها مزرعه، معرفتش اخد منها حاجه خالص غير العيدان الايه الخارجيه بس. طبعا في ناس بتقولك لازم تحطي كمون على ميه السلق بتاعه الكرنب، لا يا حبايبي، الميه بتاعه الكرنب لو حطيت عليها كمون بتسود الكرنب معاكي وكمان بتمرره، فما تحطيش على الميه بتاعتك غير الخل والملح والسكر. اهم حاجه بس ما تسيبيش الكرنب فتره طويله في الميه، هما دقيقتين او 3 وتطلعي على طول. ساعه ما تلاقي بس العروق بتاعه الكرنبايه كده بدات تسيب من بعضها، تاخد على طول وتحط في صينيه. ولو حسيت ان الورق يعني اتهرى معاكي وما خدتيش بالك، حطيه على طول في ميه بارده. بس انا طلعته على طول حطيته في صينيه وسبته لما برد، وبعد كده نقطعه مع بعض. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. ده افضل وقت ممكن تخزني فيه الكرنب البلدي، لان مفيش احلى من الكرنب البلدي اللي هو بتاع الشتا ده، بيبقى طعمه وريحته حلوين قوي. حتى لو حطيتيه في الفريزر اكتر من سنه بتيجي تطلعيه بتلاقيه بنفس الطعم والريحه اللي انت ايه مخزناه بيه بالظبط، مفيش اختلاف. فعلى قد ما تقدروا كده اعملي كميه كرنب محترمه تنفعك في رمضان وغير رمضان. لما يكون الورق متقطع المحشي بياخدش معاكي وقت كتير. طبعا انا بحب دايما اشق الكرنبايه 2، يعني بصراحه ما بحبش احط الكرنبايه مصححه كده في الميه حتى لو مش مدكوكه، بس انا حبيت اعمل الطريقه دي معاكم والطريقه دي معاكم. الطريقه اللي انا بشق الكرنبايه بقى 2 بتبقى سهله بالنسبه لي. باخد القلب اعمله مخلل بيبقى طعمه حلو، لان المخلل لما يكون مسلوق بيبقى مش حلو. وكمان بحط الكرنبايه كده نصين في الميه دقيقتين 3 كده واقوم مطلعاها على طول. وطبعا زي ما قلت لكم لو لقيت الكرنبايه اتهرت معاكي في الميه على طول حطها في ميه ساقعه. ولما تخزني الكرنب فتره وتيجي تطلعيه بقى علشان تحشيه، ما تطلعيش وتسيبيه يفك كده مع نفسه، لا طلعيه من الفريزر مباشره وحطيه في ميه سخنه، مش ميه بتغلي، ميه سخنه كده، وتسيبيه لمده 5 6 دقايق لحد ما يفك من التلج اللي عليه. وبعد كده تحطيه في مصفى يتصفى من الميه وبعد كده تحشي. وزي ما انتوا شايفين كده باخد الورق الابيض مع بعضه والورق الاخضر مع بعضه والوسط مع بعضه، وبعد كده بحطه فوق بعضه واشيل العروق اللي في النص كده واقطع بقى. طبعا وانت بتعملي وانت بتحشي بتحط الورق الاخضر تحت علشان بيستحمل الحرارة شوية، والورق الابيض فوق. يعني طبعا كل واحد ليه نظام كده هو ايه بيحشي. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب يا حبايبي. وطبعا بتخزني في اكياس نايلون، بلاش اكياس بلاستيك لو انت ما عندكيش علب زي ديت. بس ما شاء الله العلب ديت يعني مش غالية ولا حاجة، بجيب العلبة ب5 جنيه وممكن تستعملها كذا مرة. بتحطها طبعا في الفريزر، وتيجي تطلعي العلبة بتاعتك تلاقي نفسك مستريحة، لا تقطعي ولا تقرفي في نفسك. ويا سلام بقى لو عندك وقت وتعملي شوية تقلية محشي كده وتفرزيهم. لما تحبي تعملي محشي بقى تطلعي علبة ورق على علبة تقلية محشي، ويدوب بس تغسلي الرز بتاعك وتبداي تحشي. يا ما شاء الله مش هتحسي بحاجة خالص والله. لو عملت كده هيبقى المحشي ده اسهل وجبة ممكن تعمليها. دخل عليك ضيف، عيالك عايزين غدوة كده سريعة، هتقوم طلعة شوية تقلية على شوية ورق مظبطاهم، وتلاقي نفسك في ثواني كده مسافة ساعة محضرة أجمل صينية محشي. طبعا في ناس بتعمل المحشي ده على فراخ، اللي بيعملوا على لحمة. بصراحة أنا بحب أعمل المحشي لوحده فقط، وبحب أطبخه باللبن أو بالشوربة، ما بحطش عليه أي لحوم خالص.
طبعا اهم حاجة في المحشي انك تظبطي التقلية بتاعته. ونصيحة صغيرة برضو لما تيجي تعملي البصلة بتاعة المحشي ما تقطعهاش لا في الكبة ولا بالمبشرة، على ايدك على طول كده تقطعيها وتحطها في الزيت علشان تفضل محتفظة بالمية بتاعتها وتحمر معاك بسرعة. وبرضو لازم تكتروا توم على المحشي يا جماعة، انا بشوف ناس كتيرة بتحط كمية توم صغيرة خالص على المحشي. اقسم بالله العظيم المحشي بتاعي الحمد لله والشكر لله هذا من فضل من ربنا عليا، يعني اي حد بيدوقه بيقول يعني 10/10 افضل من المحشي المعمول باللحمة كمان. بس اعملوا اللي بقولكم عليه، كتري بصل وتوم وخضرة، طبعا اهم حاجة الخضرة بقدونس وشبت وكزبرة. ومبحطش الخضرة غير في الاخر خالص، غير في الاخر خالص. انا مبقتش عارفة اجمع لان بسجل بعد الساعة 2 بالليل، علشان تفضل محتفظة بطعمها كده، ما تحطهاش كده وانت مع الطماطم. وكمان ما تصفوش الطماطم يا جماعة، طماطم المحشي بتعوز بس تنضرب يعني 3/4 كده ضرب الطماطم اللي انت بتعمليها. وما تحطيش برضو صلصة على المحشي كتير، يعني معلقتين 3 كده. اهم حاجة بس الطماطم تكون ببذريها وقشريها. بشوف ناس كتيرة بتصفي الطماطم بتاعة المحشي، لا ما تصفهاش، اعملوا بس زي ما بقول لكم كده. ولما تيجي تسوي المحشي بتاعك برضو لو عندك شوية لبن حطهم كده على الوش يا سلام، او معلقتين قشطة. اللهم صل على سيدنا محمد. لا تقولولي لحمة ولا فراخ ولا بط ولا وز، اعملي زي ما قلتلك بس. واهم حاجة التسوية، تسويه كده براحتك كده على مزاج. وتيجي في الاخر بقى كده وانتوا بتاكلوه تحطوا عليه بس معلقتين سمنة بلدي وانسي. واذا كان يا ست عندك بطة ولا وز خليها ليوم تاني، كل يوم عايز حاجة جديدة. وبرضه بشوف ناس كتيرة قوي هي بتعمل صينية المحشي او حلة المحشي بترص في ارضية الحلة شرايح بصل شرايح طماطم وفلفل. انا مش بعمل كده. عارفين انا بعمل ايه يا حبايبي؟ الكزبرة والبقدونس اللي انت عاملاه للمحشي في عيدان كده، انا باخد العيدان دي ترصها في قعر الصينية او الحلة واحط شوية زيت. ولو عندي جزرية كده ابشرها اعملها شرايح، وبعد كده ارص واخليه يغلي، وبعد كده هدي النار عليه. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب ويوسعها على الكل، اللهم امين يا رب العالمين. وزي ما انتوا شايفين كده حبايبي بتقطعي الورقة زي ما انت عايزة تعملوا صباح كبير، عايزة تعملوا صباح صغير. الحتت الصغيرة اللي بتتهرى مني دي برضو ما برميهاش، بحط ورقة على ورقة كده واكمل صباح تاني، ما برميش حاجة خالص. والحتت اللي بتبقى صغيرة خالص اللي مش عارفة اوديها فين دي بحطها في قلب الرز. اي والله يا حبايبي احنا بنحب ناكل الورق، يعني ورقة زي دي كده بقوم عاملاها كده على بعضها وعاملاها صوبة. الحتت الصغيرة زي ما قلت لكم بحطها على الرز. هسيبكم بقى كده لحد الفيديو ما يخلص. بس اتمنى يا حبايبي بالله عليكم اذا كنت استفدتوا من الفيديو باي معلومة ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك في قناتي طبعا. وبشكر الناس الحلوة اللي بتحب كده تشجعني بالكلمة الحلوة واللايك وبتسمع الفيديو لحد الاخر. ربنا يجازيكم خير ويكبر بخاطركم ويسعد قلوبكم، وكل سنة وانتم طيبين. وربنا يجعل ايامكم كلها يا رب هنا وسرور وسعادة وراحة بال، امين يا رب العالمين.